تفاصيل جديدة عن المصري محمد صبري سليمان منفذ هجوم كولورادو اللي أصيب فيه 8 أشخاص بحروق مختلفة نتيجة استخدامه زجاجات حارقة فيه. CNN نشرت تقرير مفصل عن تفاصيل كتيرة عن محمد صبري سليمان. محمد صبري سليمان عنده 45 سنة، هو من مواليد مصر، نشأ ودرس فيها وخلص الجامعة فيها، انتقل هو وأسرته للكويت، عاش فيها 17 سنة، عنده 5 أطفال، كان محاسب في الكويت. وبعدين حاول يدخل أمريكا في سنة 2005 بس معرفش، تاني يدخل في سنة 22 بفيزا السياحة. قدر يحصل على تصريح عمل، اشتغل 3 شهور في شركة محاسبة، وكان شغال في أوبر عملت فحص أمني عليه زي ما بتعمل على كل السواقين وغيره، وعملت كل الإجراءات اللازمة اللي بتعملها لكل حد، وبعدها سمحت له إن هو يشتغل فيها. ما عندوش أي تاريخ إجرامي، كان عنده بعض التكتات الخاصة بالمرور، لكن ما كانش عنده أي مشاكل. هو قال إن هو كان مخطط للموضوع دوت من سنة، بس هو كان منتظر لغاية لما بنته تتخرج من الثانوي. كمان كانت مقدمة على سكولارشيب أو منحة عشان الدراسة في الجامعة، وكانت كاتبة فيها عن الأسرة بتاعته إن هم أسرة مهاجرة، وإن والدها أجرى عملية خطيرة وهي صغيرة. بعد العملية دي قدر إن هو يرجع يمشي تاني، فده خلاها إن هي عايزة تخش في مجال الطبي. هو عايش في منزل طابقين في كولورادو. الجيران بيقولوا ان هم لاحظوا ان في اطفال غريبة موجودة في المنطقة، بس هم بيوصفوا ان زوجته كانت سيدة لطيفة جدا في التعامل. هو كان سايب تليفونه الايفون 14 في البيت عليه رسائل، وقال كده للمحققين، وزوجته احضرت التليفون دوت لمركز الشرطة. اما CNN عملت بحث عليه على الفيسبوك، لقوا ليه اكاونت قديم ما عملش عليه تفاعل من 10 سنين. الاكاونت دوت كان فيه تفاصيل كتيرة، منها ان هو كان بيدعم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وان هو بيدعم الاخوان المسلمين، وكان عامل علامة رابعة، وكان بيدعم التظاهرات بتاعة رابعة. اوبر دلوقتي في موقف حرج جدا بسبب الموضوع بتاعه، وهم بيواجهوا الكثير من الانتقادات من ناس كتيرة، وهم قالوا في تصريح رسمي ان هم عملوا حظر الاكاونت بتاعه ان هو ما يقدرش يستخدمه تاني. محمد سليمان ضر نفسه وضر أسرته الأطفال الصغيرين، الأطفال اللي هيبقوا عندهم مشكلة كبيرة هم وزوجته. حقيقي صعب جدا الواحد يكون أب ومسؤول ويحط أسرته في الموقف الحرج جدا دوت. مشاكل هتبقى رهيبة عليهم، غير التأثير السلبي اللي هيجي على الجالية المصرية والجالية العربية في أمريكا بسبب تصرفه. زي ما الناس سمحت بالمظاهرات للقضايا بتاعتنا في البلد هنا، وزي ما الناس بتحترم رأيك وبتحترمك هنا في البلد، انت المفروض كمان تحترمها. ده الطبيعي اللي المفروض يحصل في اي دولة. لو في مظاهرة مطالبة بحقوق او دعم لناس انت مش بتحبهم، المفروض ان انت تحترمها، وان انت تسيبهم في حالهم. المظاهرات السلمية المفروض تتعامل بسلمية، والناس تحترم دوت فيهم، لان انت ما تقبلش وما تحبش ان حد يحجر على رأيك او يجبرك على اي حاجة، فبالتالي احترم الناس واحترم حريتهم في ارائهم. محمد سليمان كمان قال في التحقيقات ان هو علم ان يعمل زجاجات الحرقة ديت من انترنت، واشترى الحاجات بتاعتها، وكمان كان بيتعلم ازاي يستخدم السلاح، وحاول يشتري سلاح، بس لان هو مش مواطن امريكي ما قدرش يشتريه، فهو كان بيخطط لموضوع اكبر اصلا كمان من كده. خلينا نشوف الدنيا توصل لغاية فين. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.